يعني خلاص يا جماعة، هي دي الصورة اللي انتم مصممين تصدروها عن مصر؟ لا، طموحات عاليه قوي. يعني من زمان قوي انا اسمع عن الايفون ده، كان نفسي في ايفون. طب انا اجيب ايفون ده؟ اذا كان ده انا عمري في حياتي ما شفته. ولاد وبنات ناقمين على عيشة أبهاتهم، فجر وكبح وتطاول وعقوق والدين. كفاية يا جماعة، كفاية بقى، ويلا بينا نشوف الأولاد البارين بأهاليهم وبيروحوا لأهاليهم الأشغال بتاعتهم البسيطة يصوروا معاهم فيديوهات لطيفة تاخد القلب، زي الشاب الجميل اللي عمل مفاجأة لوالده وراح له محل الكشري اللي شغال فيه، وكمان كان عازم واحد صاحبه وبكل فخر. روق الكلام، عد يا بابا. تسلم يا باشا، الراجل اللي بروح عليه ده وش اللي سايبه اللي منه. خد يا عم عشان الراجل ده شاب مصري تاني سوي نفسيا زي كل الشباب او معظم الشباب المصريين راح لوالده اللي شغال باريستا في مكان وعمل له مفاجأة منتهى الشياكة زي ما هتشوفوا دلوقتي. عمل لي واحد. لا بتتكلم جد؟ تعرفوا تعملوا الله اكبر. الله اكبر. معقولة؟ يا نهار اسود. الله اكبر. كله جد؟ شاب تالت سوي نفسيا برضه زي معظم الشباب المصريين راح لوالده اللي شغال او اللي فاتح محل مكوى رجل، والله من صوته حاسس ان هو نفسه يشيل عن ابوه، بس انا وانتوا عارفين ان الابهات ما بيسيبوش اللي هم بيعملوه غير في حالة واحدة. ربنا يديك الصحة يا حاج. ربنا يديك الصحة يا حاج. ربنا يديك الصحة يا حاج. أو 4 شباب مصريين أسوياء نفسيا زي معظم الشباب المصريين راحوا لوالدهم، مش عارف المكان بقى اللي هو قاعد بيقعد فيه أو بيرتاح فيه أو مكان شغله، ولكن هتشوفوا مشهد لطيف قوي. هقول ايه عن ابويا؟ مش هقول اكتر من اللي قالوا النبي عليه الصلاه والسلام. قال انت ومالك لابي. انت كلك على بعضك بتاع ابوك، انت واللي تملكه يعني. مش هقول لك ابوك نعمه. شبشب ابوك عند باب البيت امان. شبشب ابوك عند باب البيت نعمه. مفيش كلام يعني يقدر يوفى ابويا خالص. شاب خامس سوي نفسيا برضه زي معظم الشباب المصريين، كتفه في كتف ابوه وايده بايد ابوه في نفس الشغل مهما كان بسيط. الحمد لله بنشتغل يا حبايبي. لسه احنا اشتغلنا يا ابني هقل على الجانبيه اهو. لا كرهتنا في عيشي ليه؟ لسه ما اشتغلنا. شوف براس من البلد لسه ما اشتغلناش، وصلنا الشيوخ.